وصفة الكعك اللي الناس راهي دايرتها مدخول وتعاون روحها بيها، ماشي حاجة كبيرة. بصح ناس بكري قالوا خدم بالدور وحاسب القاعد. هذا هو المعنى اللي خلاوه لنا جدودنا. هي ماشي باغي ديري مشروع تاع الكعك باي تولي غنية، بصح تكري على روحك، سورتو اللي يكونوا عندها لي كليون بزاف وشاده هذا المشروع مالغري فيه التعب. بصح الحمد لله واحد يتبع رزقه حلالي. ندخلوا في الوصفة تاعنا ونقولوا بسم الله ونصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نعطيكم كمية صغيرة وانتم لا بغيتو تضاعفوا، دوك تندير لكم واحد تاع المشاريع اللي يجي غير بالماء. عندنا كاس حليب، كاس سكر، كاس ماء، ونص كاس زيت. الكاس عند ام وليد ماشي كاس كاع، شويه عند الخط هذاك هو ديريه زيت. انا ما نبغيش كتر الزيت لخاطش يتقلها لي. وهنا المازهر تاني ندير قد 2 صباع، نقلل الماء ونزيده مازهر، ولا تبغي ديري نص نص كيف كيف. عندنا مغرف كبيره تاع خماره تاع الخبز، عندنا واحده ساشيه خماره كيميائيه، وقشور ليمون اللي عندكم ولا زريره واحده من زوج. هنا كنت سبقت درت السوائل ودرت السكر ودرت الخماره وخليتهم يتفاعلوا شويه، وراني نزيد دروك في الزيت. هذه ما كنتش باغي نسجلها، دقيقه تاليه سجلتها معاكم. درت الزيت كيما راني نقولكم، وهنا درت مغرف كبيره تاع لافاني والملح. هادو زوج درتهم هنا في هذا المرحله. الملح ما ديريش بالبديه، خليتها تتفاعل الخميره وخلطيهم مليح، وقعدي تضيفي في الفرينه غير بالتدريج. كي ديري الفرينه موراها جيست هادو زريره راني زيت فيهم اللي هما حبة حلاوه وزريعه البسباس والشنين. في هادو 3 الشنين هو اللي غالي وما يبيعوهلكش مدقوق، تما نتيا تجيبيه وتطحنيه لروحك. والكعك بلا شنين كاع ماشي كعك. ديري حبة حلاوه وزريعه البسباس بصح ما يعطوكش البنه كي تزيدي شنين. انا كي ندير شنين نتفكر الكعك اللي كنا ندوه بكري في الثانيوات فوق ريصانه، ندوه الكوشه. هذا غير الجيل الذهبي اللي يعرفه. ما هادو دروك راهم كلشي بتريسينتي، كلشي طيب وفي الدار ولا علينا. نولو قلت لكم من نديرو الفرينه نديرو الساشيه تاع الخماره ونقعدوا نرونو حتى نتحصلوا على عجينه تكون شويه تتلاصق، ماشي تخليها كاع طريه طريه. ندهنوا السطح تاعها بالزيت ونغطوها ونخلوها تخمر، اعطيها وقتها تاع التخمير. ومن بعد نقطعوها كيما انا هنا نوزن 100 حتى 120. هي ما 100 مليحه خاطش انا كي دايرته كي مشروع وندخلها في الساشيات 100 تساعدني غايه. ونحل كاع الحبات ونشرطها بالخدميه كيما راكم تشوفوا معايا في الصوره. ونحل جهه منه وجهه من هيه ونكروازيهم باش نبلعوا الحبه. هنا كنت اصور غير بيدي، كي جات بنتي شدت لي راني باين نعاود الحبه معكم واحده اخرى. تحلي الحبه كيما راكم تشوفوا معايا وتلويها على الطريقه اللي راني ندير فيها. هذه الطريقه يديروها صحاب المخبوزات. هذا هنايا كي ديري لها هاد العفسه وتلويه من بعد كي يطيب وتحلي الحبه يجيك مقطن من الداخل. فهمتوني؟ هاد الطريقه راني فاهم فيها، بصح كي نتيا روحك ديريها ومن طيبي الحبه تشوفيها تما تعرفي اش راني ندير. والجهه اللي نغلقوا بها هي اللي ديريها من تحت باش من بعد كي يخمر ما تفلحلكش الحبه تجيك هكا مشرطه، لا فورم تاعها ماشي شابه. وتضربيها في القنت منا ومنا وتكروازي الحبه. ومن بعد نوجدوا صفار البيض. نورمالمون صفار البيض نديره مع قهوه كحله. انا هنا ما كاش عندي، درت معاه غير شويه خل وشويه لافاني. علاه راه يبان هنايا في الصوره يبان صفار بزاف. وانا كي نطليه من ما خليش حتى يخمر كيما هنا كانت عندي كونتيتي صغيره بالخف، زعما غير كملتها بديت نطلي. تما انا تنطلي نخليه يخمر، خاطر كون نطليه ونعاود نخمر نخاف نخسر له الخمور ما تجيكش الحبه شابه.
هذا النصائح تاع كاع ديروهم في رسالكم. كاين حاجات صغيره تخسر لك الوصفه ومن بعد تقولي ما خرجتليش، ومن بعد تكوني موجده الفرن تاعك مسبقا. عفوا قلت هي راه مبلع. ايا ودخليها في الفور، يا تشعلي عليها الفوق والتحت، وإلا الفور تاعك قريب ما يبقاش تشعلي، شعلي تحت الطيب عاودي حمريها من الفوق. حتى لهنا الوصفه تاعنا كملت. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم. ولا عجبكم هذا الفيديو نعاود نديرلكم بالتفصيل الوصفه كامله تاع المشاريع، وشحال تتقاملك وشحال تبيعيه وشحال تربحي وشحال تخسري. سلام.